بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة أم النور. نحكي مع بعض قصة جميلة جدا، قد إيه بتعرفنا إن محبتنا لربنا بسيطة جدا، وقد إيه ربنا بسيط وبيحب البساطة حتى في صلاتنا، بيحب بساطتنا في صلاتنا. القصة ديت بتتكلم بعنوان عصايتي ومعزاتي اغفر لي يا رب سيئاتي. يعني ايه الجملة الغريبة دي؟ هنعرف مع بعض في القصة. في سنة من السنين كان في مبشر من بريطانيا بيبشر في دول البحر الأبيض. فالمبشر ده كان بيستخدم مركبة علشان يتنقل من جزيرة لجزيرة، وهو كان بيدور على حتة يبشر فيها، فلقى جزيرة صغيرة جدا، لكن الجزيرة دي كانت في غاية من الجمال والروعة، كان منظرها جميل جدا. فنزل في الجزيرة وفضل يلف فيها شمال ويمين ويجيبها من شرقها لغربها، لكن مش شايف بشر خالص ولا شايف أي حد في الجزيرة. زعل قوي على جمال الجزيرة اللي ما فيهاش أي بشر. فالمهم هو ماشي في آخرها لقى راجل عجوز جدا بسيط ووشه مريح قوي، فراح له قال له: سلام، أنا كنت جاي أبشر عن السيد المسيح، هو فين الناس اللي في الجزيرة دي؟ فقال له العجوز: مفيش على الجزيرة دي غيري أنا وحيواناتي البسيطة دي. المبشر قال له: بس؟ قال له: أيوة، ممكن تبشرني أنا وحيواناتي. فالمبشر قال له: حيواناتك؟ أنا جاي أبشر البشر بس. قال له: إزاي؟ مش ربنا ده بتاع الكل؟ المهم المبشر قعد في الجزيرة دي 14 يوم، وكان كل يوم يروح للراجل العجوز عشان يفهمه. وكان في شيء غريب جدا كان بيحصل. بيقول المبشر إن لما كان يقعد قدام الراجل العجوز عشان يبشر بالمسيح ويعلمه، بيقول إن كان بيلاقي الحيوانات هي كمان بتقعد جنب العجوز بشكل غريب جدا. كان عبارة عن معيز وخرفان وحمير وطيور، حتى الكلاب والقطط، كل الحيوانات اللي في الجزيرة. شيء عجيب جدا. فبيقول كان بيشرح دايما في بعض الأمور اللاهوتية للعجوز ده، ويكلموا عن التثليث والتوحيد، لكن العجوز ما كانش فاهم أي حاجة. فسأله قال له: فاهم حاجة؟ قال له: أنا مش فاهم أي حاجة. كان العجوز يبص باستغراب لأنه مش فاهم، كان بيميل راسه يمين وشمال. حتى الغريب كمان إن الحيوانات كانت بتعمل زيه كأنها مش فاهمة حاجة. فتعب المبشر جدا لأنه مش قادر يفهم العجوز. وفي الآخر قال له: أنا هحفظك أبانا الذي. فبالعافية العجوز حفظ نص أبانا الذي. فقال له المبشر: أنا خلاص تعبت، أنت دلوقتي حفظت نص أبانا الذي، بالليل تصلي بيها وأنا همشي الصبح. وفعلا لقى المبشر العجوز جه في آخر حتة في الجزيرة عند الشاطئ، وحواليه الحيوانات وكأنهم أولاده، وهو رافع إيده وصوته وكان بيصلي ويقول: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك. فسكت شوية وتقريبا هو ناسي بقية أبانا الذي، فقعد يقول: عصاتي ومعزاتي يا رب اغفر لي سيئاتي. وكانت الحيوانات كلها قاعدة جنبه في هدوء عجيب جدا. طبعا المبشر كان جاي الجزيرة يدي درس للعجوز، لكن ربنا يسوع تبارك اسمه وأراد إن هو يدي درس للمبشر. الدرس بقى إن آخر يوم اللي هو اليوم 14، المبشر أخد المركب بتاعته وساب الجزيرة اللي كانت جزيرة عجيبة في كل شيء من أولها لآخرها، وركب مركبته. وبعد ما ركب مركبته وبقى وسط البحر، بص شاف منظر عجيب جدا جدا. المبشر بيقول: لا مش ممكن، ايه ده يا رب، ايه يا رب ده، ارحمني يا رب انا الخاطي، ارحمني يا يسوع. وشاف العجوز وهو جاي على ظهر تمساح ضخم كبير، ومعاه كام معزة معاه، وقرب من السفينة وقال له: معلش يا ابني، أنا نسيت أبانا الذي، هو بعد ليأتي ملكوتك بعديها ايه؟ المبشر مردش عليه من كتر الصدمة اللي هو فيها. فقرر الراجل العجوز سؤال تاني، فقال له: هو انت كنت بتصلي بتقول ايه؟ فرد العجوز وقال له: كنت بقول عصاتي ومعزاتي يا رب اغفر لي سيئاتي. المبشر رد عليه وقال له: صلي صلاتك أيها العجوز المبارك، صلي زي ما انت عايز وقول زي ما انت عايز. وأخد هنا المبشر درس ما أخدهوش طول حياته. يا رب هبني نقاوة قلب، هبني مزود تسكن أنت فيه، هبني المعرفة التي أنت تريدها لي.
قد ايه ربنا بسيط، قد ايه ربنا حنين، قد ايه ربنا بيبص لقلبنا مش بيبص لأي حاجة تانية. ربنا يدينا نقاوة القلب ويدينا البساطة في الصلاة وفي الحياة، يكون معانا ويباركنا. وبكده نكون خلصنا قصة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ادعمونا بلايك وقولولنا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة. نشوفكم في فيديو جديد من قناة أم النور. اذكرونا في صلاتكم.